are in 2024 and we're still translating on Google. So hello everyone. الفيديو ده مهم جدا. هقول لك ليه في ما تترجمش على جوجل، ابعد عن الترجمة عن جوجل، وهقول لك في على اب تاني بديل هو تترجم عليه وانت كده يعني عارف تحس ان انت معاك كده حاجة سنداك، حاجة كده في ظهرك سنداك، مشرفاك في الترجمة، ما فيهاش ان شاء الله ما فيهاش غلطة. الاب اللي هقول لك عليه ده انا بقالي سنة بستخدمه، والله ما قصر، يعني حاجة كده رائعة بجد، حاجة فوق الرائعة. وحاليا اي حد محتاج الترجمة، اي حد as a teacher as a parent or as a student. ما تقنعنيش ان انت مش هتحتاجها، حتى لو انت شايف نفسك مش محتاجها دلوقتي، لا انت دلوقتي هيجي عليك وقت وهتحتاجها. فعشان كده مهم قوي ان انت يبقى معاك مصدر موثوق للترجمة اللي انا هقوله لك في اخر الفيديو. جوجل بيعمل حاجة مشكلة رهيبة جدا، اللي هو بيترجم لي ترجمة لفظية، يعني بيترجم الحاجة بالظبط، الكلمة بلفظها زي ما هي كده. دي طبعا مشكلة كبيرة جدا، بتطلع لي أخطاء رهيبة قوي، بتبوظ لي. يعني لو أنا ببعت حاجة لحد، ولا أنا as a student عايزة أترجم حاجة من عربي لإنجليش، بيحصل إن الجملة بتطلع غلط رهيب، تمام، فيها أخطاء كارثية بسبب الترجمة اللفظية. يعني مثلا لو أنا عايزة أقول كلمة زي كلمة رأس المال، ما تقوليش head capital، ده منين head capital دي؟ just say capital. لو بترجم حاجة بالعامية، كله تمام، عايزة أقول كله تمام، حاجة عامية اهي، أقول إيه؟ كارثة قوي لو أنا قلت everything is complete. طبعا الكلام ده غلط خالص. أما لو جيت ترجمت على تطبيق الأب اللي هقول لك عليه، هتلاقيه بيترجم الموضوع بألطف من كده، بلغة أحسن. ممكن أقول everything is fine, everything is cool, or we can say no problem. okay? كده إنجليزي ابن ناس حلو قوي، شرفنا. حتى في الجمل العادية، تفتكر جملة أنهي أشيك؟ لو أنا قلت I'm going to the market، عايزة أقول أنا رايح السوق، أقول I'm going to the market، ولا مثلا لو قلت I'm on my way to the market؟ يعني مين فيهم كده اللي تحسها شياكه كده في نفسها وبتقول يعني يا ولد بقى انت كده حد جامد قوي في الانجليش؟ ها، اكيد I'm on my way to the market، صح؟ دي افضل كتير من انا اقول الجمله التقليديه المتعارف عليها I'm going to the market. وده اللي بيعمله معايا الاب، بيجيب لي المصطلحات الاكثر استخدام، بيجيب لي الحاجات، هو ابديت بكل حاجه الاكثر استخدام. لو بترجم كلمه بيجيب لي كلمات ياما جدا، حاجه اسمها synonyms، المترادفات، بيجيب لي ليها اكتر من معنى. تمام، تعالوا طيب نروح مع بعض كده على جوجل ترانسليت واوريك الفرق ما بينه وما بين الاب دوت. اوكي، الاب اللي احنا بنتكلم عنه هو اسمه ريفيرسو. اوكي، الاب ده تقدر تحمله على التليفون عندك بمنتهى السهوله. هحط لك اللينك التحميل برضو في الديسكريبشن هنا على الفيديو. فتعالى دلوقتي كده اوريك، مثلا لو هترجم على نروح مع بعض على جوجل، ومثلا عايزه اترجم كلمه زي التعليم عن بعد. خلاص، هكتب مثلا اهو التعليم عن بعد. ها، بص ايه اللي حصل، قال لي distance learning، وشكرا على كده خلاص يا باشا. هو بس كده، هي دي كده الترجمه، هي دي هو ده جوجل، هي دي كده الليله كلها. يعني ان انا اكتب التعليم عن بعد. طب ماشي خلاص، انا مش هتكلم كتير برضو، تعالى اوريك. لو احنا رحنا بقى على ريفيرسو، اوكي، ده كده الاب اللي هو ريفيرسو. بص كده قدامي على السكرين، لو انا قلت لك مثلا نفس الكلمه، هو انا قلت لك دلوقتي التعليم اهو، عايزه اكتب تعليم عن بعد اهو، تعليم عن بعد. بص بقى الفرق، بص الفرق بقى وركز معايا، بص قد ايه معاني، شايف ظهر لك قد ايه؟ لا ده ثواني كمان، بص distance education, distance learning, distance teaching and so on. بص قد ايه، بص قد ايه، شايف الفرق؟ طب بس انت كده بتتوهينا بقى، وبناخد اب عليه كل الكلام كل الرغي ده. طب انا استخدم انهي في دول؟ لا انا مش هقول، انا هسيبك انت تقول. بص كده للاكزامبلز اللي تحت، اخد بالك ان في حاجات معمول لها
متلونه كده باللون الاصفر. اوكي، اهو الدنيا مش واضحه شويه معاك. بص كده، بص الاكزامبلز، شايف كام جمله، كام سنتنس قدامك فيها كلمه التعليم عن بعد؟ شايف قد ايه؟ طيب برضو ما عرفتش انا كده، اول حاجه عرفت اهو استخدام الكلمه دي استخدمها ازاي في جمله. خلاص، دي اول حاجه انا اتعلمتها. تاني حاجه هستخدم انهي فيهم. شوف الاشهر استخدام، مين اللي اتكررت معاك؟ انت اللي هتقولي ها مين اللي متكرر معاك. distance education، distance education بس يا باشا، اعتبرها دي اعتمدها معاك، اعتمدها معاك، هي دي حطها في قاموسك ان انت هتستخدمها في الترجمه بتاعتك. اوكي، شفت الموضوع يعني ابسط من البساطه. الموضوع يا جماعه سهل وبسيط جدا، سهل وبسيط قوي. محتاج اللي انت بس كل اللي هتعمله اللي انت تحمل الاب عندك، حمله على تليفونك، صدقني هتحتاجه، وابدأ حط الكلمة اللي انت عايز تترجمها بالعربي او بالانجلش. طبعا احنا متفقين احنا بنحتاج الاتنين. هتحط الجملة بتاعتك وهتشوف الترجمة بتاعتها، وشوف بتطلع لك قد ايه مترادفات وقد ايه معاني للكلمه الواحده. لكن انا غير لما عملت على جوجل، شفت لما رحت على جوجل اداني جاست يبقى، حتى ما ادانيش ان اكزامبل واحد، ما ادانيش مثال حتى واحد، ده هو يا دوبك قال لي المعنى ودمتم على كده وشكرا. اوكي، فتلافى بقى الاخطاء بتاعه جوجل، ووسع المدارك بتاعتك باللي انت تشوف الكلمه اللي انت عايز ترجمتها في جمل تقدر تستخدمها في الترجمه، وهي موثوقه جدا. بقول لك بقالي سنه بستخدم الاب ده، بصراحه ممتاز جدا. تمام، وما تنساش تتابع القناه، تابع القناه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو دوت. ولو عندك اي سؤال برضو حطولي في الكومنتس وانا هتابع وهرد على الاسئله بتاعتكم. Okay, see you, bye bye.